صلاح منصور يمتلك مصنع للنسيج، وهو أرمل وله ابنان. الأكبر حسين الشربيني أتم تعليمه وأصبح مهندسا بالمصنع، وقد كتب المصنع باسمه وبيحبه ويفضله على ابنه الأصغر، حتى أصبح شوقي لا يملك رفاهية معارضته في أي شيء يخص حياته، حتى إنه يحب العاملة هدى فريدة سيف النصر في صمت، ولا يستطيع مصارحتها بحبه لها أو مصارحة والده برغبته في الزواج بها. أما الابن الأصغر حسين فهمي فبيعامله بقسوة شديدة، ولم يدعه يكمل تعليمه مثل أخيه وألحقه بمدرسة الصنايع، وهو يعمل حاليا بالمصنع ومعظم العمل على أكتافه. وسبب قسوة الأب على ابنه الأصغر هو أن علوية أمه خانته عندما كان عمره سنتين، وهو يشك في كون يسري خائن زي أمه. حسين فهمي بيحب ميرفت أمين ابنة عم خليل، وهو مساعد الأب صلاح منصور في إدارة المصنع، وقد اتفق على الزواج، ولا يحول بينهما سوى معاملة الأب ليسري حسين فهمي الذي يتشاجر معه على أتفه الأسباب. وفي إحدى المرات ثار حسين فهمي على والده لأنه يذكر أمه دائما بالسوء ويصفها بأنها كانت غير محترمة، وترك له المنزل ولجأ إلى زميله في مدرسة الصنايع جمال إسماعيل الذي أصبح الآن صاحب كباريه، وشكاله وجعته. وقد عرفه جمال إسماعيل على الراقصة نجوى فؤاد التي أعجبت بحسين فهمي وشرب كتير وفقد وعيه، فنقله محمود جمال إسماعيل إلى منزل فيفي نجوى فؤاد حيث قضى ليلته. وفي الصباح طلب من صديقه جمال إسماعيل أن يقيم وحده، فأعطاه مفتاح شاليه يمتلكه في منطقة الأهرام. صارح الابن الأكبر حسين الشربيني والده في رغبته في الزواج، فلم يسأله عمن يريد الزواج بها، فأجبره على الزواج بليلى ابنة خليل أفندي المساعد له في المصنع، والذي أجبره على الموافقة، وبالتالي أجبر ابنته ليلى بالموافقة على الزواج منه. وفي ليلة الدخلة صارح كل منهما الآخر بأنه تزوج مرغما، وفي حياة كل منهما حب آخر. ولجأ حسين فهمي إلى نجوى فؤاد ليرتمي في أحضانها دون حب طبعا. على قد ما هو صعب. كان حسين الأب مديون بمبلغ وليست لديه سيولة لسداده، فتم الحجز على المصنع، ولكن حسين فهمي اقترض المبلغ من نجوى فؤاد وفك الحجز وأنقذ المصنع من الفضيحة. ومات الأب من صدمة بيع المصنع، وأعاد حسين الشربيني تسجيل المصنع باسمه واسم أخوه، وبذل الاثنين جهدا كبيرا في تطوير المصنع. علم حسين الشربيني إن أخوه حسين فهمي هو من كان في حياة زوجته ليلى، فطلقها وذهب إلى هدى وتزوجها. ولما أراد حسين فهمي أن يصل حبه بليلى رفضت الاقتران به حتى لا تكون بينه وبين أخوه، وفضلت الابتعاد عن الاثنين. ووضع حسين فهمي همه في العمل بالمصنع والارتقاء به. ليل ورغبة بطولة حسين فهمي وميرفت أمين وحسين الشربيني وصلاح منصور ونجوى فؤاد وأحمد الجزيري وجمال إسماعيل. الفيلم أنتج عام 1977، وهو من تأليف سمير نوار ومن إخراج يحيى العلمي.